نشرت الفنانة أروى جودة صوراً من عقد قرانها وعلقت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية زي انتي ليه ما لبستيش فستان وليه انتم مش متشبكين؟ احنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح بس على الأقل كنت حاطة رموش. واحتفلت النجمة أروى جودة بعقد قرانها على زوجها الإيطالي، ونشرت صوراً لها من بعد عقد الزواج عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وظهرت فيها على كوبري قصر النيل في مراسم زفاف بسيطة وملفتة للغاية، وكتبت: اتصورت قدام أسد كوبري قصر النيل. وسبق وشاركت صوراً لها من لحظة عقد القران وكتبت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم عقد قراني يوم 20 يناير لعام 2025 بمن اختاره الله لي. وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائري 196 متر، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. والتقط الثنائي عدداً من الصور التذكارية